لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1134 لواني كاين تفسير قرآن في بما وخزمتان بمبست رزامن رب العالمين وهي ودان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. بلد فرمي يا رسول الله أويك وعدما بيداينا كسانش بباور لو سزاي كذا سريان لو أنا بيشاند بدين لجياني خود ببين تيان بسردينين يان أتو وفاة بيبكين بلام إيتر كناج بيني فإلينا مرجعهم خوان هذا قرين ولا إيمة وباشان الله تعالى شاهد لسر أو كارو كردواني أوان ديكن. مناسبة وآتي لقلوي بيشتروك لتفسير منار ضلي أو آتي للتواوكري ردانويا لبو مشرك كان كاتكوا أوان أويكوا أو قرآنك وكلات كان بيشتر فرمكوان علميا بينيا بدروي دزانن وهروها أو وعيدي برانبر أوان لقرآن باسكرات زيب زينب وأوان بدروي دزانن يتلي رش لتتمو تواوكاري أو حقتها كوا أوان بدروي دزان هر زيب زيد بي أو زا آية رسولات ديبيني يا نايبيني وفاد دكي. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم أي وإما نعجل عقوبة الكفار في حياتك يا رسول الله فتراها كواتيانا وتا يا رسول الله أو عقوبة وسزاي كوالبو كافر كان داندرا لجياني خود ديبيني بتساي خود كواكو بسريان دينين أو نمتك قبل أن نريك ذلك فيهم يعني وتا مردن بسر الدينين بيش أوي كوا بسريان دي بيبيني فمصيرهم أجر نشد بيني خو مصير قرانوان لهم حالتهم لولاي إيماء شوكاني دلي وقد أراه الله سبحانه قتلهم وأسرهم وذلهم وذهاب عزهم وانكسار سورة كبرهم إتر الله تعالى بيشاني بيغنبري دا صلى الله عليه وسلم كوا بتشيويق أوانا زليل بون شوكة قوتيا نما شكاو أوي سركردان بولا بدر كجراو أوي دي كان بديل جيراو أوي كان فخر شانازيان بيدكرت خواهي قور همي لناو بردن بتسي بما أصابهم بي في يوم بدر وما بعده من المواطن أوي بوي كوا لبدرو لدواي بدر استيان بسرهات فلله الحمد الحمد سنة لبو الله تعالى كوا بيشاني بيغنبر كيدا صلى الله عليه وسلم بتشي ويك وأواني سرشور كرد ورسوا كرد وهروا زمخشري دلي فإلينا مرجعهم كاتك الله تعالى فرمي مرجعوا قرانوان لولاي إيميا جواب نتوفينك كواتا ليردا أو نتوفينك يعني تأتوا وفاة بيدكين يا رسول الله كأجر وفاة ما بيكري جواب كيسيا فإلينا مرجعهم أوان هالقرانوان لولاي إيميا وجواب نرينك محذوف أدي جواب نرينك أجر بيشان بدين جواب كيسيا محذوف كأنه قيل وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك يعني وتا نشان الدين لدنيا تي بسر أوان دينين إتر أوا دبيني بخوت أو نتوفينك قبل أن نريكه يعني توفات بيدا كان بيش أو كوابيبين بسر أوان دينين فنحن نريكه في الآخرة بلغم لآخرة بيشان ددين كواتيان بسر دينين
ثم الله شهيد على ما يفعلون، أي ثم الله شاهد على ما كانوا يفعلونه في الدنيا. عشان الله تعالى شاهد وآقادار وهي أوانسيان ذكر لدنيا وسيجازيهم به. إترك شاهدا آقادار سزايان ددات ولا سرعيك وأوان ديان كرد. لا تفسير رازي دلي أو آتا يدل على أنه تعالى يري رسوله أنواعا من ذل الكافرين وخزيهم في الدنيا. كواتو آتا بالقيل سرويكوا الله تعالى بيشاني بيغمبر كيدي صلى الله عليه وسلم لجورها عذاب كوا بسر كافركان دي كوا دبيت معي رسوابونيان لدنياي وسيزيد عليه بعد وفاته لدواي وفاة بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوي قول هرس زايد كان بسر داديني. ولا شك أنه حصل الكثير منه في زمان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض زور شتيان بسرداهات وبيغمبرش بينيش صلى الله عليه وسلم وكاتل جيامبو، وحصل الكثير أيضا بعد وفاته وزورج لدواء وفاته بيغمبر صلى الله عليه وسلم زورج تدي كان بسرداهات لعذاب والذي سيحصل يوم القيامة أكثر وإكوا بسريان دي لروج قيامة زور زياترة، وهو تنبيه على أن عاقبة المحقين محمودة وعاقبة المذنبين مذمومة. وأتبع القيل سروكوا عاقبتي كساني كوا لسر حقا عاقبتي شي تساكا وعاقبتي كساني شي تاوانبار عاقبتي شي خرابة. ابن عاشور ضليل جاء الكلام على طريق إبهام الحاصل من الحالين كواتا لردا خوي قول سبحانه وتعالى كوا حقة بازدكا باشيويك بازدكا وإما كواتا إبهامي تيدا واتا يقلي نكتو كوا أوام بسدنيان أويدك لإيقاع الناس بين الخوف والرجاء. يقول خلشي بقشتي لبين خوف ورجاء بجيان لبين خوف ورجاء بجيان وإن كان المخاطب بأنه صلى الله عليه وسلم أقرتي لي رشكاتك شيء توجيه شيء كلا شيء مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب عام هم بيغمبران عليه الصلاة والسلام هم إيمان دارانش بيوستا لبين خوف ورجاء دا بجيان. لدواء أو دفرمي ولكل أمة رسول ولكل أمة رسول هم أمتك خايقور بيغمبرش لو دانيري فإذا جاء رسولهم كاتق أو أمة بيغمبريان لوهات قضي بينهم بالقسط. الله تعالى باوبوه بري عدالة قزاود لنوانيان دكا وهم لا يظلمون بهيج شيء ويكستميان لناكري. ديار مناسبة وآتاش لقل آت بيشوتر أبي حيان دل أن الله تعالى لما بين حال الرسول صلى الله عليه وسلم في قومه كاتك الله تعالى باسي لحال بيغمبرك صلى الله عليه وسلم لقل قومكي كوا بين حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم. إثر الله تعالى باسي لحال بيغمبران اجدكا لقل قومكانيا لبرتي تسلية له وتطمينا لقلبه وكدل النوايا يقلبوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم وبويه مطمئن بي أو موقفاني لبرانبروي أو هلوستاني برانبروي أنزام درايا لبرانبر بيغمبران بيشوتريش أنزام درايا. وكو بقاعدة وأيضا لما كان في الآيات السابقة التهديد بالعذاب إما في الدنيا أو في الآخرة كاتق لآيات هيك بيشوتر رب العالمين هرش لك أفران دكاب ويكو عذاب السريان لدنيا يان لآخرة غير معين له صلى الله عليه وسلم منهما تعيين شنك الآية لدنيا يان لا قيامتك وبيان صلى الله عليه وسلم آية ديبيني لدنيا يان أتبعها بما هو صالح للأمرين بالنسبة إلى كل رسول. لذا خوي سبحانه وتعالى حالتك بازك كوا فعلا لبنسبتها مو بيغمبران برام بالبقوا مكانيا إشارة إلى أن أحوال الأمم على غير نظام أو إشارتك لأن خوي سبحانه وتعالى بويكوا حالي أمة كانوا بشريات للا خوي سبحانه وتعالى بسنن وقوانين تعامليان لقلدك فلذلك لم يجزم بتعيين واحدة من الدارين للجزاء وجعل الأمر منوطا بالقسط. كواتا خوي سبحانه وتعالى بالتأكيد بقسط عدالة تعامل لقلبك عندك إتلا دنيا ولا قيامت جز مش بيناك إلا لدنيايا سزايا كان ديت سر. كواتا لير ده مهم تعامل الله تعالى لسر أو أساسي كخوي سبحانه وتعالى بهيج شيء ظلم لبندكان ناكا بو بري عدالة تعامل لقلبندكان دكاتن أو السنة خوي ولا تعامل لقلبندكان أو زال لدنيا يعني لقيامت سزادت سري أو
دەگەڕێتەوە لای الله تعالى وخوای گەورەش بەو پەڕی علم و عەدالەت و حکمەتی تەعامل دەکا و بە هیچ شێوەیەک زوڵمیان لێ ناکە. ابن عاشور دەڵێ وإنها أيضا فإنها بمنزلة السبب لمضمون الجملة التي قبلها كاتا أو آتش وكو باز لعلة وسبب دكا لبونا وروشي آتكي بيشوتر فقد بينت أن مجيء الرسول للأمة هو منتهى الإمهال كات ليردا بيان دكا كاتك وأخواي قوله پیغمبر دنيري لبو هر أمتك أو معناه مهلت يعني بيبش أو بري مهلت وأن الأمة إن كذبت رسولها أجر هر أمتك كبيغمبري لوهاتو بدرويزاني استحقت العقاب على ذلك مستحق دبي كواسزا بدري لسر أو بدروزاني فهذا إعلام بأن تكذيبهم الرسول هو الذي يجر عليهم الوعيد بالعقاب كواتلير ذا أو إعلام ئاگادار کردنەوەی و ئیعلانێکە کەوا مادام پێغەمبەریان بەدرۆزانیە ئەو مووقفەیە کەوا دەبیتەمای ئەوەی کەوا عەزابیان بینیتە سەری لابد منه بەڵێ ولكل أمة رسول أي ولكل أمة من الأمم الماضية رسول أرسله الله إليهم لا أمة كان پێشووتریش هەر ئومەتێک هاتبی خوای گەور پێغەمبەرێکی ناردیە بانجيان بكا لبو إيمان ولبو عبادة الله تعالى فإذا جاء رسولهم كاتك وبيغمبريان ودي قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أي فإذا أتى الأمة رسولهم يوم القيامة كواتا كاتك وخايق والبيغمبر لبو هر أمتك نادي لدنيا لروج قيامتش كاتك أو بيغمبر دي كاتك أو بيغمبر دي الشاهدين لسر بدروج قيامت حكم الله بينهم بالعدل الله تعالى قضاوت لنيواني هذاك أبو بري عدالة وهو غير ظالم لهم بهش شويك ظلم مشان لناك وقيل فإذا أتى الأمة رسول في الدنيا أو هاج ليك دلائته كاتكوا هر أمتك بيغمبري لودي لدنيا أوانش بدروي دزانن الله تعالى حكم لبين بيغمبران ولبين أمتكان ياندكا بو بري عدالة أويش أويا كوا خوای گەورە بەندە ئیماندارەکانی نەجات دەدا و کافرەکانی سزایان دێتە سەری یان بە سزای لە ڕەگ و ڕیشاڵەوە هەڵیان دەچێشی و یان سزایان دەدا بە هەر شێوەیەک لە کاتیش کە سزایان دەدا بە هیچ شێوەیەک خوای گەورە زوڵمی لێیان نەکردیە لەبەر دەفەرمی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله تعالى بە هیچ شێوەیەک سزا نانێری هەتا پێغەمبەریان لۆ نەنێری کەواتە أو آتيان باز لدنيا كيان باز لقيامت خو هردو معناش لخوي دقري خوي يقول لدنياش دا سزاي كسانك نادا حتى پیغمبريان لونانيا پیاميق لرقا پیغمبران لونانيا ولا قيامتش سزان نادا حتى وكو عيني أو پیغمبرين نبتو شاهد لسريان هردو معناش لخوي دقري ابن عاشور دلو آتا فيه تحذير من مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم أو آتا براستي تحذير آقادار كرنوية بۆیکەوە ئاگادار بن دژایەتی پێغەمبەران مەکەن چونکە خوای گەورە قەزاوت لە نێوانتان دەکات. ڕازی دەڵێ ئەو ئاتە بەڵگەیە لەسەر ئەوەیکەوە هەر کۆمەڵێک هاتبن لە ئومەتەکان پێشووتر خوای گەورە پێغەمبەرش لە بۆیان ناردیە بە هیچ شێوەیەک هیچ ئومەتێک نەهاتیە وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وكل سورة فاطر هر أمتك هاتب إلا خوای گەورە پێغەمبەرش لۆ ناردیە. ئەدی ئەگەر بگوترێ ئەدی باشە وقتی فترەتیە دابران ئەدی ئەوە چییە کە هیچ پێغەمبەریان لۆ نەهاتیە وەکو مەسەن دەشفەرمێت تونذر قوما ما أتاهم ما أنذر آباؤهم لە سورة ياسين ئینذاری کەسانێک کە باپیرانیان ئینذار نەکراینە لە جوابدا دەڵێ أن الآية لا توجب أن يكون رسول حاضرا مع القوم دەڵێ خۆ مەقسەد ئەوە نییە کەوە هەموو ئومەتێک پێغەمبەرەکەی لە ناویان بی لأن تقدم الرسول لا يمنع من كونه رسولا إليهم كواتا راستە لە پێشە خۆیان بۆ پێغەمبەرەکە بەڵام کە ئەو وەفاتی کردێ لە دوایویش خۆ پەیامەکەی مایە جیلی دوایویش مخاتەبن بەو پەیامێکەوە لە پێغەمبەرەکەی پێشوو لە بۆ ئەوان کە هاتبوو لە بۆ ئومەت پێشوویوان هاتبوو هەتا پێغەمبەرێش کە دێتن عینی ئەوان مخاتەب بووینە بە ئەو پەیامێکەوە لەلایەن پێغەمبەرەکە پێشتر هاتیە هەر وەکو لێرەدا بەنسبەت پێغەمبەری ئێمە صلی الله علیه وسلم بەڵێ ئێمە نەماندیت چەندجیریش پێشمەنەی دیتە بەڵام پەیامەکەی مایە هەتا ڕۆژی قیامەتێش کەواتە ئەوانەی کە لە ئەهلی فترەشە معنای ئەوە نییە کەوە
پێغەمبەریان لێ نەهاتێ بەڵام دابڕاینە کەسانێک وتحمل الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخليط فيها بەڵام لە بینی پێغەمبەران جاری وا هەبووە کەوا هیچ ئەتباعی نەمایە دینەکەی تەشویه کرایە ئیتر کەسانێک لە فترە ژیاینە بەڵام بە هاتنی پێغەمبەری ئێمە صلی الله علیه وسلم ئەوەی کەوا پێغەمبەریش نەبی صلی الله علیه وسلم بەڵام خوای گەورە پەیامەکەی پاراستیە هەتا ڕۆژی قیامەتێ وەکو ئەوەی کەوا پێغەمبەر لە ناوە صلی الله علیه وسلم کەوا فعلا قورئان و سنە بەجێ مایە خوای گەورەش پارێزگای لێ کردێ لە هەموو جوولێک و لە هەموو جێگایەک خوای گەورە چەندین عولەمای مسەخەر کردێ لە بۆ گەیاندنی ئەو پەیامە هەتا ڕۆژی قیامەت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون